في ليلة غامضة، مقابر مظلمة وكلب أسود ظهر في توقيت مريب. زيارة عادية لقبر أب متوفي تحولت إلى سلسلة أحداث مرعبة لا يمكن تفسيرها. كلب بيطاردهم من المقابر لحد باب البيت، غيبوبة غامضة، أصوات في الشقة ونور بيطفي لوحده. هل ده كان مجرد كلب ولا شيء تاني خرج من المقابر ولم يعد إليها؟ قصة حقيقية مليئة بالغموض والرعب، أحداثها بدأت في المقابر وانتهت بكوابيس لم تنتهي حتى الآن. اسمعوا القصة كاملة واحكموا بنفسكم. هل اللي حصل ده كان وهم ولا بعض الأبواب ما ينفعش تتفتح بالليل؟ صاحبة القصة بتقول: امبارح أخت جوزي فضلت تبكي كتير قوي لأن أبوها وحشها جدا، وكانت عايزة تزوره بأي طريقة في المقابر، وكأنه لسه ميت من يوم واحد مش من 40 يوم كاملين. جوزي حاول يهديها بس هي قالت انه لو مودهاش هتروح لوحدها المكان الغريب ده اللي هي المقابر. الغريب بقى اننا كنا الساعة 10 بالليل وفيها ساعة كاملة بالعربية علشان نوصل على الساعة 11، بس من كتر البكاء الغريب اللي هي كانت بتبكيه ما كانش قدامنا حل غير اننا نوديها. وطبعا جوزي خدني معاه لأسباب كتير مش لازم أقولها. ركبنا العربية وطلعنا على بيت أبوه، أخدنا أخته من البيت وطلعنا على المقابر، ويمكن دي كانت أول مرة أزور فيها المقابر بالليل. الشكل كان مهيب والمشهد مخيف جدا، قبور واقفة وكأنها بتقول لنا ده مش وقتكم، ارجعوا. بس احنا دخلنا بالعربية وسط حارات المقابر لحد ما وصلنا لقبر الحاج حماد اللي هو حماية. نزلنا ونزلت أسماء من العربية وفضلت تبكي كتير جدا قدام قبر أبوها، وفي النهاية جوزي انفعل عليها وقال لها كفاية كده بقى، يلا نرجع، مفيش حد عاقل بيبكي في المقابر بالليل وبالطريقة دي. وفعلا خدناها وتحركنا واحنا في قمة التوتر، وعلى مدخل المقابر تقريبا جوزي وقف بالعربية. كان في كلب اسود ضخم واقف قدام العربية وعمال يزوم بطريقة مخيفة جدا. حاول جوزي يتفاداه ويتحرك بس كان عنده إصرار غريب انه يقف قدام العربية علشان ما نتحركش. في اللحظة دي بدأنا نحس بحاجة بتتحدف على العربية، صوت حجارة غريب، ومن الخوف والتوتر قلت لجوزي اتحرك بسرعة، اتحرك وافرمه تحت العجل لو ما اتحركش من قدام العربية. وكأنها كانت الإشارة اللي كان مستنيها، وفورا اتحرك بالعربية والكلب فضل واقف مكانه. وفي لحظة حسينا بالعربية بتفرم حاجة تحت العجل وهربنا من المكان كله. قلوبنا كانت مقبوضة بطريقة مخيفة جدا وكأننا كنا متراقبين من كيان مخيف. وصلنا بيت حماية وأسماء نزلت وكملت أنا وجوزي لحد شقتنا واحنا صامتين تماما، مش قادرين حتى نبص في عيون بعض، مش قادرين حتى نتكلم. وصلنا عند الشقة ونزلنا من العربية علشان أشهق من الرعب كان نفس الكلب واقف قدام باب العمارة وبيزوم برضو ناحيتنا، بل وكان بيقرب علينا في مشهد مخيف جدا. جوزي من التوتر طلع المسدس المرخص بتاعه وضرب الكلب بالنار، وتحركنا فورا علشان محدش يشوفنا. طلعنا الشقة وفضلت حالة الصمت اللي احنا فيها مستمرة كتير قوي لحد ما قررنا ننام عشان الليلة الغريبة دي تعدي على خير. وفعلا نمت
رغم كل حاجة. بس وانا نايمة سمعت صوت بعيد قوي، صوت نباح كلب. حاولت اتجاهله وانام، بس الصوت كان واضح وغريب لدرجة اني صحيت من نومي. جوزي ما كانش موجود جنبي ومعرفش راح فين. بدأت اركز عشان اكتشف ان الصوت بتاع الكلب جاي من الشقة مش من برا. ولما افتكرت اللي حصل من ساعات قلبي اتنفض من مكانه. في حاجة غلط، ويا رب الموضوع ما يتمداش عن كده. اتحركت في الشقة وانا بنادي على جوزي، بس لا حياة لمن تنادي. وصوت الكلب بدأ يكون واضح قوي. الصوت كان جاي من الحمام. اعصابي كلها ثابت تماما، ما بقتش قادرة اتكلم. ريقي نشف وجسمي بدأ يترعش بطريقة غريبة جدا. قربت من الحمام وفتحته بهدوء شديد، وقدام عيني شفت جوزي مرمي في الحمام. بصيت برعب يمين وشمال، الحمام فاضي. شدته بسرعة بره الحمام وحاولت افوق فيه، بس ما كانش بينطق. بدأت اصرخ واستغيث بالجيران، وفعلا الناس اتجمعوا. وكان لينا جار دكتور كشف عليه وقال انه في حالة غيبوبة والنبض ضعيف جدا، ولازم يتنقل المستشفى بسرعة علشان نلحقه. وفي خلال ساعات خدته المستشفى، كان على الأجهزة الحيوية في حالة غيبوبة تامة. أنا حياتي بتخرب ومش عارفة أعمل إيه. جوزي في ساعات بقى بين الحياة والموت، وأنا مطلوب مني أرجع الشقة بالليل أنام فيها لوحدي، وده ببساطة لأني ماليش مكان تاني أروح. ورجعت وشغلت قرآن في الصالة على أمل إن ما تحصلش أي حاجة. بس كانت مجرد أمنية مش هتتحقق، لأن مسافة ما الدنيا هديت التلفزيون اللي شغال على القرآن فصل لوحده، ونور الشقة بدأ ينور ويطفي بطريقة غريبة ومرعبة. قمت من مكاني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، خاصة لما بدأت أسمع صوت الكلب في الصالة بتاعة البيت. بس المرة دي كان في صوت تاني، صوت حد بيكح بصوت أنا حافظاه كويس. ده صوت حماية، نفس صوت الكحة بتاعته قبل ما يموت. قمت من مكاني وأنا عرقانة، جسمي كله بينزل في عرق من الخوف والرهبة. بصيت من فتحة الباب وشفت في الصالة حماية قاعد زي التمثال على الأنتريه، والكلب جنبه وبيتبول على سجادة الصالة. وفي لحظة بص الكلب ناحية الباب بتاع الأوضة اللي بشوفه منها وبدأ يزوم. شفت راسه بتتفجر ولحمه بينزل من مكانه، كأنه بيوريني اللي حصل لما جوزي ضربه بالنار. ومعرفش ايه اللي حصل تاني، لاني بصيت على نور الشمس. خرجت من الشقة وصحيت، جريت على كافيه انا عارفاه كويس كنت بقعد فيه. بقيت مرعوبة اقرب من الشقة دي تاني، وغصب عني بدأت أدمع وانا بفتكر اللي حصل. وحاولت اقوي نفسي وقمت رحت لجوزي المستشفى، والدكاترة طمنوني وحالته بقت احسن الحمد لله شوية، ونقلوه في غرفة تحت الملاحظة. وانا قررت افضل معاه لحد ما الدكتور يكتب له خروج. والحمد لله بفضل ربنا حالته اتحسنت خالص، وبعد اسبوع خرجنا من المستشفى. بس من ساعة اللي حصل واحنا ما رحناش ناحية شقتنا تاني نهائي، وقررت انا وهو نروح نقعد في بيت اهله. واحدة واحدة حياتنا بدأت ترجع طبيعية. ما كناش بنقطع القرآن من البيت، بس كل يوم كنت بحلم بكوابيس وبشوف نفس الكلب في الحلم. تفتكروا ممكن الكلب المرعب ده يظهر لنا تاني، ولا كده حكايته انتهت؟